السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا غنقترح عليكم الدجاج بالضغميره بطريقه الاعراس المغربيه. نبداو بسم الله على بركه الله. اللي غادي نحتاجو اليوم عندنا 3 دجاجات كيف ما كتشوفوا معايا. عندنا قشاوج ديال الدجاج، الكنزه والكبده وهذا العناق ديال الدجاج. خصنا واحد 2 معالق صغار ديال سكينجبير. عندنا معلقه ديال البزار صغيره، معلقه ونص ديال الخرقوم عرق، شويه ديال القرفه. عندنا معلقه ديال القعقله وبسيبيسه كيجيو زوينين في هاد الضغميره في الدجاج ديال الاعراس. كيجي داكشي على طريقه الاعراس كيف ما هو كما كتشموا. عندنا الخرقوم، عندنا زعفران زغبه، عندنا دويمه ديال زعفران اللي بغاها هو هذاك على حسب الذوق، اللي ما بغاش بلاش. كندير شويه ديال السمن، شويه الزيت العاديه، شويه الماء، الزيت البلديه. عندنا حامضه كنحيدوا ليها اللب ديالها بحال هكذا، كنخليوها هادو باش نذوقوا بهم الدجاج ديالنا. عندنا واحد الخلطه ديال القزبر ومعدنوس، تيكون القزبر اكثر من المعدنوس، كنقطعوه بحال هذا الشكل. عندنا 6 دروس ديال الثومه، عندنا شويه الهريسه باش غادي نشرملو هاد الدجاج ديالنا، وعندنا هادو الخيوطه باش غادي نحزمو الدجاج ديالنا. بسم الله نبداو على بركه الله في هاد العطريه ديالنا كيفاش غادي نصوبوها. وعندنا نسيت ما وريتكمش البصله، عندنا واحد القياس ديال الكيلو ونص ديال البصله اللي كنشلضوها بحال هكا طويله رقيقه باش كنصوبوا ديك الضغميره باش كتجي معلكه. كنبقاو نغمروها حتى كتنشف من داك الماء، كتبقى عندنا غير بحال هكايا البصله كتبقى عندنا دغمره. بسم الله نبداو بالعطريه ديالنا الاولى. نبداو نضيفو في المكونات. غنديرو هاد التوابل كاملين كاملين. غادي نضيفو الثومه، السمن، الزعفران، الضويمه حتى هي، كنحتاجو الهريسه كندير انا شويه شويه كنخليه في الربيع حيت انا هذا كنعمرو بالربيع. موالين الدار ديالنا كيعجبهم معمر بالربيع. الا بغيتو ديروه هو هذاك، ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل، ديروا منه غير قبيطه وصافي. كنقطعو بحال هكا الحامض، نحيدو العظومه كنخليو غير اللب، كنديرو تقريبا نص حامضه باش كنشرملو الدجاج. واللي ما تبقى لينا هنايا كنديروه في الربيع حيت انا غادي نعمرو بالربيع. الربيع انا كنديرو غير بوسط الدجاج صافي. وإلا بغيت تجي فيه نسمس ندير شويه شي قبيطه كنديرها مع لاصوص ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نضيف الزيت، زيت العود. بسم الله نخلط هاد العطريه ديالي كامله باش غادي نشرمل مع السمن وكلشي باش نشرموا الدجاج ديالنا. غادي نضيف شويه الماء، بحال هكا كنبقى نخلط فيها باش كنشرملو. ومن بعد كنهز هاد شويه من هاد لاصوص باش نديرو هنايا، ندير شويه هنا في الربيع ديك التويمه وداك الشيء كنديرو هنايا.
وهنا كنزيد فيه هنا شويه حامض معصور، وكندير فيه نزيد فيه الفلفله حاره. ودابا نزيد شويه الماء هنايا، وغادي نجيب الدجاج ديالي على هذا الشكل وغنبدا نشرمل فيه. كيف ما كتلاحظوا معايا كنصلي انا هذوك الجناوح، ما كنخليش بجناوحو كيف ما قلت لكم على طريقه الاعراس المغربيه بحال هكا تيعملوا الطيابات. كتشوفوا معايا كنشرملهم مزيان، كندخل حتى هنا في هاد الفراقات ديالي لاصوص. كيف ما كتشوفوا معايا كنجي هنايا وكنحل هنا بصبعي، واخا ندير ليه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هاد الحله اللي حليت راه ما تخافوش ما كيتفرتك ما والو، غير كنبغي باش الصدر حتى هو يجي مبنن بهاد الشرموله اللي درت ليه، كيجي رائع زوين. داخله لي لاصوص حتى لداخل، وملي كيطيب راه كيتجمع ما تخافوش كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا ملي شرملت الدجاج ديالنا كيف ما كتلاحظوا كنخليه واحد نص ساعه بحال هكاك حتى كتدخل فيه العطريه مزيان. ودابا غندوزو لهديك الحشو اللي قلت لكم ديال الربيع، كندير فيه ديك العطريه وداكشي. كنزيد فيه هو كنديرو حار بزيت، وكنزيد فيه شويه ديال الثومه كما كتلاحظوا معايا، وكنبدا كنعمر فيه. بسم الله. كندير كويرات وتنديرهم في الدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا بحال هكذا. كيف ما كتلاحظوا معايا كوفر هاد الدجاج بهاد الطريقه كما قلتلكم. كنشد بحال هكا خيط بحال هاد الشكل وتنبدا نحزم به الدجاج باش ما يتحلش ليا ملي كيكون يطيب. كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كندوزو سنطيبوه. كنكمل هادشي كامل اللي عندي، الدجاج كامل كنعمرو. ودابا ملي عمرت الدجاج ديالي وتشرمل دابا غنديرو يطيب. بسم الله. نديرو الطنجره، انا تنحطو على الجنب ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. كنحطو على الجنب ديالو تنخليه. كندير هاد لاصوص اللي بقى ليا وتنضيف ليه واحد الكاس ديال الماء كما كتشوفوا، وتنديرو باش كيتقلى واحد شويه يتقلى. وواحد الملاحظه نسيت ما قلتش لكم، كيف ما لاحظتوا معايا انا راني ما درتش الملحه نهائيا، حيت انا كنغسل الدجاج ديالي بالملحه والحامض مزيان والخل. داكشي علاش ما كنديرش فيه الملحه، باش ما كيجينيش مالح، حيت كندير شويه ديال الضويمه والسمن والحامض ولا زدت الملحه والهريسه ولا زدت الملحه غيجي مالح بزاف. اللهم انا ما تنديرهاش انا في النصيب ديالي كامل ديال الطيب ديالي، ما تنديرش نهائيا الملحه نهائيا. حتى كنذوق ولا لقيتو مسوس كنزيد الملح، لقيتو هو هذاك كنخليه بحال هكاك نديرو يتشرمل. ومن بعد غنضيفو ليه. انا بلاتي الملاحظه واحده اخرى نسيت ما قلتهاش لكم، ملي كنديرو على صدرو ما كنديروش الدجاج على صدرو، كنديرو على الجنب ديالو، وكندير الماء النص ديال الصدر، يعني باش كيطيب ليا داك النص باش ما نبقاش نقلب فيه بزاف حتى يتفرتك ليا الدجاج ديالي. تنديرو على نص جنبو وتندير فيه الماء باش كندورو جوج دويرات. عندي انا فاش كنطيبو في الطنجره عندي ساعه ديال المكانه ديالو باش كيطيب ليا كيكون واجد. كندير النص الاولاني كيطيب على نص ساعه وكنقلب
الود الثاني على نص ساعه تيكون طابليه على عافيه متوسطه، ما مهيلاش بزاف ما قليلاش وما مجهداش بزاف. المهم ومن بعد عاد كنضيف ليه البصله، ما كنضيفهاش كلها، كنضيف النص باش كيطيب ليا الدجاج، ومن بعد حتى الاخر وعاد كندغمرو مع البصله الاخرى. ودابا كيف ما كتلاحظوا معايا ملي طاب ليا الدجاج حيدته وضفت ليه هاد العناقات قطعتهم والكنازي حتى هما قطعتهم خليتهم يطيبوا شويه. غادي نضيف دابا البصله اللي عندي كامله باش البصله كامله اللي عندي باش تبقى تغمر كطيب بوحدها بلا الدجاج كتبقى تغمر. ملي كتهبط ليا هاد البصله وكتغمر ليا مزيان كنزيد عليها هاد الكبده اللي كنكون انا سلقتها ودرت عليها الماء بارد حتى بردات مزيان، وعاد كنقطعها حتى كتغمر ليا سميتو البصله. عاد كنضيف انايا هادي كنديرها مسلوقه باش ما تطلقش ديك الكحوليه في المرقه ديالي وما ما تجيش مفرته هكا باش كتبقى ليا صاينه كيف ما كتلاحظوا معايا. ملي كيطيب الدجاج ديالنا كما كتلاحظوا كنخرجوه كناخذوا شي شويه ديال لاصوص كنضيفوا ليه شويه الزبده وشويه السمن باش كندهنوا الدجاج باش يتحمر. واللي بغى يدير كنور يديرها، انا تنديرها طعمه البنه كنور كنديرها باش كندهن بها، ولكن انا دابا ما درتهاش، درت غير هذا الشيء. كناخذو بحال هكا وكنبدا نمسح به الدجاج باش كيعطيني واحد البنه ديال هاد الدجاج ديالي ومع السمن وكيتحمر ليا دغيا. هاد الدجاج تيجي مبنن كنبقى ندهن فيه بحال هكا حتى كنساليه وتنديرو يتحمر. ودابا كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديال التغميره ديالي كيجي بحال هكا، كتبقى حتى كتنشف من الماء تماما وكتجي معلكه كتجي زوينه ورائعه. وديك البصله كتطلق لنا ديك الحلاوه ديالها باش كتجي فيها النطق ديال الحلاوه حتى هو كتجي معلكه. وكما كتلاحظوا معايا هاد الدجاج ديالي ملي تيطيب تنزوقوه بحال هكا بطريقه الحامض. ودابا غنبداو نحطوه في التغميره ديالنا على الماء. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمناه يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ولا عجبكم الدجاج محمر ديروا لي جيم لا فيديو، تابوناو معايا في لاشين ديالي. وشكرا على المتابعه، وكنشكر كاع البنات اللي تابوناو معايا واللي داروا لي جيم حتى هما كنشكرهم بزاف. وشكرا بزاف ونتمنىكم تشجعوني باش نزيد لي فيديو اخرين باش تابوناو معايا ديروا لي جيم.